اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الخبر اللي معايا ملخص مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي وإليكم التفاصيل. تعادل أول منذ 5 سنوات بين الاتحاد السكندري والإسماعيلي. رأس محمود علاء تبقي الدراويش في القاع. كاد الإسماعيلي يخرج من مراكز الهبوط لأول مرة، لكن رأس محمود علاء جلبت التعادل الإسماعيلي وأبقت الدراويش داخل مراكز الهبوط. تعادل الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة 17 في ختام الدور الأول من الدوري المصري. سجل محمد الشامي هدف الإسماعيلي، فيما أدرك محمود علاء التعادل الاتحاد السكندري. وبعد التعادل هو الأول يعد التعادل هو الأول بين الفريقين في بطولة الدوري منذ شهر يناير عام 2018. التعادل رفع رصيد الإسماعيلي إلى 13 نقطة في المركز ال17، فيما ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى النقطة 27 في المركز السادس. التشكيل: زوران مانولوفيتش بدأ بأوجستينيو مابولولو كمهاجم صريح، ومن خلفه إبراهيم حسن بجانب خالد الغندور وأحمد عادل. واستمر محمد محمود كأساسي مع الاتحاد منذ وصوله معارا من الأهلي. من جهة أخرى بدأ أحمد حسام ميدو بمحمد الشامي وفراس شواط في الهجوم، فيما تواجد الثنائي الجديد سيرجا أكا وكريم الديب على مقاعد البدلاء. واستمر عمر الساعي اللاعب الشاب كأساسي المباراة الثانية على التوالي في وسط الملعب. المباراة شهدت حضور جماهيري كبير حسب معايير الحضور في الدوري المصري، إذ نظمت إدارة الناديين رحلات لجماهير الفريقين من أجل الحضور لملعب برج العرب. بدأت المباراة بهدف هو الأسرع في الدوري المصري هذا الموسم. تقدم الإسماعيلي بهدف في أول الثانية ال24 طولية من محمد حسن إلى محمد الشامي الذي وجد نفسه منفردا وسدد ليتصدى لها مهدي سليمان، وترتد له الكرة ليسدد مجددا في القائم الأيمن وتدخل المرمى. بداية الإسماعيلي القوية تواصلت في الدقيقة السابعة، فسجلوا هدف ثاني بعد تصويبة من عمر الساعي اصطدمت بمحمد الشامي وغالطت مهدي سليمان، لكن محمد الصاحي عاد لتقنية الفيديو وألغى الهدف بسبب لمس يد ضد الشامي قبل الهدف. وكانت الخطورة الأولى من الاتحاد السكندري في الدقيقة ال13 طولية من إبراهيم حسن، لكن محمد فوزي خرج من مرمى وأنقذها قبل رأس أحمد عادل. وعادت خطورة الإسماعيلي في الدقيقة ال20 طولية إلى الشامي الذي راوغ محمود علاء وانفرد، لكن مهدي سليمان انقض أمامه وحولها إلى ركنية. ورد الاتحاد في الدقيقة ال25 مخالفة للاتحاد ينفذها أحمد عادل ويبعدها محمد دسوقي قبل رأس مابولولو إلى ركنية. وكانت أقرب الفرص للتعادل في الدقيقة 33 عرضية من صبري رحيل قابلها محمد محمود برأسية مرت بجانب المرمى بقريل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف. الاتحاد السكندري بدأ الشوط الثاني بقوة لإدراك التعادل، وفي المقابل كاد الإسماعيلي يسجل الثاني في الدقيقة 51 أرضية من محمد حسن إلى فراس شواط الذي استلم الكرة داخل الست ياردات وسدد لينقذها محمود علاء ببراعد قبل أن تسكن الشباك بعدما عبرت الكرة من مهدي سليمان. وتوقفت المباراة في الدقيقة 53 بسبب دخول ميدو في مشادة مع صبري رحيل لاعب الاتحاد ليشهر الحكم بطاقة صفراء لمدرب الإسماعيلي. لجأ الفريقان هنا إلى دكة البدلاء، وأجرى زوران مانولوفيتش 3 تبديلات في الدقيقة ال55 بدخول إسلام عبد النعيم ومحمود عبد العزيز وعبد الغني محمد بدلا من أحمد عادل وخالد الغندور ومحمد محمود. ورد ميدو في نفس الدقيقة بدخول عمر الوحش بدلا من محمد حسن لتنشيط وسط الملعب. وأجرى ميدو ثاني تبديلاته في الدقيقة 63 بدخول ياو أنور بدلا من عمر الساعي. زوران دفع بورقتين آخرتين في الدقيقة 70، وشارك أحمد عيد وأوستين إيموتو بدلا من إبراهيم حسن وكريستوفر مابولولو. وصلت المباراة قمة إثارتها في الدقيقة ال75، كرة ثابتة للاتحاد نفذها هشام صلاح داخل منطقة الجزاء وحولها محمود
علاء برأسية في المرمى مسجلا التعادل. حكم المباراة رفض احتباس الهدف بسبب التسلل، ولكن بعد مراجعة للفيديو استمرت 3 دقائق أقر الصباحي بصحة الهدف والتعادل. الاتحاد استمر في الضغط، وفي الدقيقة 84 استلم عبد الغني محمد كرة داخل منطقة الجزاء ومهدها إلى محمود عبد العزيز، لكنه سدد بعيدا عن المرمى. حكم المباراة احتبس 8 دقائق كوقت محتسب بدلا من الضائع، وحاول أوستين إيميتو في الدقيقة 93 بعد مراوغة تم تصويبها لكن بعيدة عن المرمى، ولينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق. التعادل رفع رصيد الإسماعيلي إلى 13 نقطة في المركز ال17، فيما ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى النقطة ال27 في المركز السادس. وهذا آخر ما توصلنا إليه من هذا الخبر، وأرجو من حضراتكم اللايك والشير والسبسكرايب، وأن تدعموني في القناة، وما تنسوش الاشتراك. شكرا لحضراتكم، مع السلامة.